فاطمة الإفريقي، صحفية. كنت محظوظة اليوم بالمشاركة في هذا الحدث اللي عنده طابع اجتماعي علمي إنساني، اللي هو مبادرة هور داي فور هور اللي دايرها فونداسيون جدارة. أنا سعيدة وأتشرف بالمشاركة في هذه المبادرة، وأنني نتقاسم مع المستفيدات من دعم مؤسسة جدارة قصة مسار، قصة حياة، قصة صعود وتعثر، لحظات اللي عشتهم في حياتي ومشاهد في حياتي اللي كانت مؤثرة في مساري. هذه المبادرة هي فكرة جميلة لأنها ما فيهاش الأستاذية، ما فيهاش هذاك الدرس المباشر من طرف نساء عندهم تجربة، الفتيات في بداية الطريق الدراسي. هي فيها تقاسم قصص اللي من خلال القصص يمكن ناخذوا عبر، يمكن ناخذوا أفكار، يمكن نتقاطعوا مع قصص هاد الفتيات، وبغينا من خلال قصصنا نخليهم يصدقوا الحلم ديالهم ويتشبتوا بالأمل ويعرفوا بأنه رغم الصعوبات راه يمكن النساء المغربيات يحققوا أحلامهم والنجاحات ديالهم. هذه مناسبة باش نشكر مؤسسة جدارة، نشكرها على عملها المتميز، على كرمها الإنساني، على هاد روحها المواطنة، لأنها بدل ما نلعنوا كاملين الظلام ونبقاو فقط ننتقدوا غياب العدالة، فرص النجاح بالنسبة للشباب المغربي، يمكن لنا في انتظار يتحل المشكل بشكل سياسي كبير وبإرادة سياسية حقيقية. يمكننا كفاعلين مدنيين، كفاعلين في الإعلام، في التعليم وفي التربية، أننا نخلقوا فرص، أننا نشعلوا شمعة في وسط هذا الظلام من خلال مبادرات بحال هذه. إذا فونداسيون جدارة ما اكتفتش بانتقاد الوضع، هي كتخدم هذه سنين وعطات فرص لمجموعة من الشباب المغربي اللي جاي من مناطق بعيدة، من فئات اجتماعية هشة، من عطات للشباب اللي عنده صعوبات في الاندماج، صعوبات في أنه يحقق أحلامه، عطاته فرصة باش ينال الحظ في تعليم جيد. كنظن احسن هديه يمكن نعطيو الانسان هو نعلموه، ماشي نعطيوه القفه، ماشي نديروا العمل الاحساني. خصنا نعلموا الانسان يكون عنده، الشباب المغربي يكون عنده تعليم جيد باش تكون عنده الكفاءه، باش اولا يخدم بلاده ويخدم المجتمع ديالو، وثانيا يترقى هو اجتماعيا ويحقق ذاته. وهذو هما القيم اللي لمسناهم في مؤسسه جدارة، وهاد القصص النجاح اللي شفنا اليوم ديال مجموعه من المستفيدات من مؤسسه جدارة اللي ربحهم المغرب، ربحهم المجتمع المغربي، ربحهم الناس، لانهم غادي يكونوا فاعلين في البلاد بالتكوين الجيد تلقاوه. احسن اجر يمكننا نديروه حنا كمغاربه لبعضياتنا، ماشي نعطيو القفه لبعضياتنا، ولكن نعطيو فرص النجاح والترقي والتكوين الذاتي، باش كل واحد فينا بدل ما نعطيوه سمك، نعلموه يصطاد بوحده ويصنع مستقبله بنفسه. شكرا لمؤسسة جدارة والأيادي الكريمة اللي كتشتغل فيها.